علشان تأسسي طفلك صح لازم تعرفي أفضل الكتب في تأسيس الأطفال علشان ما تهيش وسط زحمة الكتب الكتيرة اللي موجودة في المكتبات، وتقدري تستخدميها لو انت أم أو انت معلمة. بس استني شوية، عاوزة أقولك حاجة مهمة، إن مفيش أصلا كتاب هتلاقي فيه كل اللي بتدوري عليه. وهو إيه أصلا اللي كل أم أو كل معلمة بتدور عليه؟ الكتب اللي بنحلم بيها هي اللي بيكون فيها شرح مبسط ووافي، تمارين كتيرة، صور جذابة للأطفال، قصة وأغنية على كل حرف عشان نحبب الطفل في المذاكرة، متانة الكتاب والورق عشان يستحملوا بهدلة الأطفال، والألوان تكون واضحة، وتمارين كتيرة لتنمية المهارات المعرفية والعقلية ولتقوية الذاكرة وحل المشكلات، زائد كمان إن يكون في اختبارات كتيرة للطفل وجزء خاص بالإملاء. وأنا جاية أقول لكم إيه الكتب اللي تقدروا تشتروها من مجموعة سلاسل كتب موجودة كتيرة علشان تضمنوا أفضل نتيجة في كل مادة بإذن الله. مجموعة كتب نور البيان في العربي والإنجليش هي أسهل وأسرع طريقة لو عاوز طفلك يتعلم القراءة والكتابة في مدة قصيرة. بالإضافة كمان للي فاتوا نقدر نستعين بكتاب السندباد في العربي وكتاب استباهات في الإنجليش. أما في الحساب فنقدر نستخدم كتاب الأضواء. والماس تقدروا تشتروا كتاب المعاصر فيه. وده مش إعلان، بس أي حد له أي تجربة مع أي كتب تانية اكتبولي في الكومنتات عشان طفلك طفلنا.